عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. بصوا يا جماعه، هنتكلم عن شخص جامد هندي بالافلام الهندي. اخس يا ابن الكلب. ويعني عموما هو مش مشهور بالافلام اكتر ما هو مشهور بالمسلسلات. لازم يعمل ترند مسلسل. يعني اول مره تسمع عن ترند مسلسل محمد رمضان عملها. هنسميه ايه بقى يا جماعه في الفيديو ده؟ هنسميه برنس ولا جعفر عمده ولا قلب الاسد ولا ايه بالظبط؟ بس انا عارف انا اقول له ايه. هنقول له محمد. انا ما اعرفوش. طبعا محمد عمل مسلسلات كتير قوي. اخر مسلسل ليه في الغالب هو جعفر عمده. مفيش حاجه اسمها قصص مكرره عند محمد رمضان. كلها قصص غير الثانيه. انا ما اسمحلكش. يعني دي قصه بتتكلم عن واحد هينتقم من اللي سجنه. انا تضربني بالقلم ليه؟ انت فاكر نفسك عن الشرطه؟ وده قصه هينتقم من واحد اللي سجن ابوه او اللي قتل ابوه، حاجه زي كده. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ ولما حب يعمل فيلم عمل فيلم في ديسكو، حاجه زي كده. اشترك في القناه وبهجت صبر هيتصل بيك شخصيا. الو ادخله. ما تقلقش، انا قلت له ولو دوست على زرار الجرس هيجي لك شخصيا. اننا لا نخشى الا الله يا ولاد. على العموم بحب الثقه الزايده اللي عندهم. يعني انا لو ربنا اداني مثلا ربع الثقه دي كنت هكون انور السادات. يا ابن يا مجنون. عايزين نسال السؤال اللي دايما كل الناس بيسالوه بس محدش جاوب عليه، اللي هو مين محمد رمضان؟ ارضك هستولى. انا البطل اللي نفسك تقلده. ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا ما اعرفوش. محمد رمضان ده ممثل، مغني، فنان، عتال، في كل صفات الجمدان. الناس ما عملتش لايك اللي قاعدين ليه؟ الناس تشرب ايه يعني؟ ابعت اجيب لكم حلبة حصمت. ابن بلد، ابن كلب، هو لوحده بالمسلسل كله. يعني اللي هم قالوا احنا هنعمل مسلسل ما فيهوش غير محمد رمضان بس هينجح. يسموه اي حاجه بقى، هيسموه اسم كرييتيف برضه من الاسامي الكرييتيف الكتير اللي هو بيسموها. وديع اعمل ده. وطبعا احنا مش عايزين برضه نتكلم عن حب احمد سامي بمحمد رمضان. الاتنين بيحبوا بعض جدا. بالنسبه لحب الشاطر والمتابعين بتوعه ده حب عادي. هما الاتنين حبهم كبير قوي يعني. انا بسمع عن المخرج يجيب واحده يقعدها على الحجر تمام وتقعد تاكله في موز والجو ده. يخرب بيت امك يا بنت بالنسبه لمحمد رمضان واحمد سامي مش عارف اقول لك قصه عامله ازاي. هو بيقعد محمد رمضان لا 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 على العموم محمد رمضان عنده كاريزما صعبه قوي. الكلام ده بيبان طبعا في الاغاني اللي هو بيعملها. من ضمن الاغاني اللي هو بيعملها دي صورة ناحية فيها مكسبه. مين الوحش ده؟ بيبين لك الكاريزما اللي هو فيه. مبسوط بالكاريزما اللي هو بيعملها. الكاريزما دي صعبه قوي، محدش بيعملها كتير الا هو في الغالب. شوف ازاي. مفيش حاجة مغير أنا. ايوه كده يا وديع. اخيرا فهمت يا وديع. محدش ولا بره ولا جوه يقدر يعمل الكاريزما دي. تسمحوا لي اشخر. تحس ان هو واخد مقلب في نفسه بطريقه اللي هي صعبه قوي. وانا عارف ان في فانزات لمحمد رمضان لحد دلوقتي. اتمنى يعني ان انتوا ما تتضايقوش مني. كلهم بيتضايقوا مني. انت بتتكلم واحد حاليا مرفوض. هذا الكلام لفيديو اخر في لقاء اخر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.